يا جماعة شايفين هذا الشاب؟ شوف سبحان الله، شفناه ونحن ماشيين، الله أعلم معه جنف. آخ الله يعينك. خلونا ننزل نحاول نغير من حالته شي، نشوف إيش وضعه، خليه يحكي لنا عن وضعه شوي. يا رب بسم الله. السلام عليكم. شلونك؟ نعم. شو الأخبار؟ الحمد لله. شفتك ماشي وهيك ظهرك فيه انحناء، خير إيش صار معك؟ اي والله يا عمي عندي مرض إعاقة جنف. جنف؟ اي والله. وين ساكن؟ عند بيتي. هون؟ ايه. نحسن نفوت نشوف وضعك هون. تفضل. خذ طريق روح. مسكرين وتاركينك برا. اي والله. يلا سالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله انت وبركاته. امه شو اسمه؟ اسحاق. اسحاق. انت امه؟ اي نعم. شفنا اسحاق ماشي برا هيك ابي يقلي معه جنف، خير ايش بو اسحاق؟ والله شوفت عينك يا أخي، معه جنف من هو صغير، و يعني شلون بدي أقول لك، شو بدي أشرح لك؟ أنت شايف الحالة وشايف الوضع شلون. اسحاق بروك تعبان. بروك ارتاح ارتاح ارتاح. ايوه ارتاح. ايش وضعك مع الجنف يا اسحاق؟ والله يعني كتير متأزم. ليش؟ يعني ألم أول شي، ألم بالظهر، ما بحسن أمشي كتير، نفسيا كمان. يعني بشوف العالم قدامي، يعني الشاب بعمري ما فيه شي وأنا مرضان. الله أكبر. أنا هلا شفتك ماشي برا، أنت هيك مشوتك دائما؟ حتى بالليل ما بيحب إسحاق صلي على النبي يجي يا الليل، ما إسحاق. بيحب يجي الليل لأنه بضيق نفسه كتير بالليل. كل هيك عم تعاني مع الوجع؟ شايف إسحاق كتير يعني حالته النفسية متأزمة من وضعه. اي والله يا أخي، اي والله. يعني بالليل ما بيحب يجي الليل، الله أكبر. ما بيقدر يتنفس، بضيق صدره كتير عليه، بضيق نفسه. كان أحيانا يقدر ينام على جنبه، هلأ بينام على هذا الجنب بيتوجع، بينام على هذا الجنب بيتوجع، وحتى على ظهره ما بيقدر ينام من الأساس، لأنه شوفت عينك كيف الجنف كتير عالي عنده. الله أكبر. دائما بيقول لي يعني بتمنى إنه أقدر شيل أي شيء بإيدي، ما بيقدر. يعني عرفت كيف؟ شو الحلم بهالحياة؟ إنه يكون نفس أي واحد طبيعي، أروح وأجي أشتغل وأعين أهلي. يعني أنا هلا يعني عمري 17 سنة قاعد بالبيت هيك وأهلي عم يشتغلوا وأنا بس عم أتفرج. طيب نحسن نوقف شوي لو عذبناكم. هون عندك جنف بنسبة فوق 80%، أنت صح؟ إيه صح. تعرف أنا ليش وقفتك؟ هات إيدك. تعرف ليش وقفتك؟ ليش؟ ليش وقفته أنا؟ مشان تشوف وضعه. عشان نقول لك ونتكفل له بالعلاج بشكل كامل. الله يجبر خاطرك. الله يجبر خاطرك يا أخي، الله يجبر خاطرك. ألف الحمد لله، ألف الحمد لله، ألف الحمد لله، ألف الحمد لله يا الله يجبر خاطرك يا أخي، الله يجبر خاطرك. الله يجبر عملية خاطرك. إسحاق بنتكفل فيها بشكل كامل. الله يكتب أجركم، الله يكتب أجركم، يبارك فيكم يا رب. ألف الحمد لله رب العالمين. سلامتك يا إسحاق، سلامتك. الله يسلمك يا رب. بدنا نتخلص من هيدي المشوي إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. ساح دموعك. فرحان هلا؟ كنت متخيل يجي حدا يتكفلك بعمليتك؟ ليش؟ يعني ما في، يعني من جواتي ما عندي أمل. الله أكبر. طيب استريح 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 بروك.
نرجع بنقول لك يا أمي إن شاء الله ألف ألف مبروك الله يبارك بالتكفل بعملية الجنف بشكل كامل. الله يكتب أجركم يا أنت رب. قلتي لي إنه أنا أرملة وما عندي إمكانية أعالجه، إيه والله. ودموعك عم بتشر، دمعتك هي غالية علينا. الله يسلمك. هلا شو شعورك؟ والله ماني مصدقة، الله أكبر. والله ماني مصدقة. ألف الحمد لله يا رب، ألف الحمد لله. إيمت رح تصدقي لما نفوتوا على غرفة العمليات؟ يا رب يا رب. إيه والله. يا الله، معقول؟ حتى أشوفه هيك طلع ومرتاح ويقول لي الحمد لله أنا صرت طبيعي مثلي مثل غيري. يا رب يا رب. إسحاق، أنا بدي إياك تشد حالك. إيه؟ إن شاء الله. وهي الدمعة بعد اليوم ما عاد نشوفها، اتفقنا؟ امسحها. إن شاء الله. الله يفرج عنك. طبعا يا جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم تبرعاتكم، الحالة الرابعة من حالات الجنف نتكفل فيها بشكل كامل ضمن حملة معالجة مرضى الجنف. أنا بدي منكم شغلة وحدة بس، أنه أنتوا اللي عم تشوفوا فيديوهاتنا وعم تشوفونا بنتكفل بهيك حالات. نحن ما تكفلنا بهيك حالات إلا بفضل الله ثم تبرعاتكم مشاركتكم للفيديو، فشو يمنعكم تشاركوا معنا؟ حال هيدا الناس والله العظيم يا جماعة ببكي الصخر، فبدنا وقفتكم معنا. وإذا ما عندك إمكانية تتبرع شارك الفيديو بيجوا أهل الخير وبيتبرعوا، وبنستمر بالتكفل بعلاج حالات الجنف.